النهارده هنجرب واحد من اشهر عربيات البرجر في حدائق القبه اللي كان نفسي اجربهم من فتره كبيره، وهو حمزاوي. اول ما وصلت عنده خطفني ريحه البرجر وهو بيتعمل على الفحم. طلبت من عندهم واحد حمزاوي لحمه وواحد حمزاوي فراخ، ودي اشهر سندوتشات عندهم في المنيو بتاعهم. دول بقى هيبقوا عشق للناس اللي بتحب اللغوصه. الساندوتش بيبقى عباره عن بيف بيكن وموتزاريلا ستيكس، والبرجر نفسه محشي جبنه، ده غير الصوصات الرهيبه اللي بتحط عليه، مع كميه بطاطس كتير جدا. كل ده ب 50 جنيه بس، فهتاخد كميه محترمه وسعر مش غالي مع كواليتي كويس. اللحمه بصراحه عجبتني اكتر من الفراخ، وعصير المانجا الفريش اللي عندهم حلو جدا، لازم تجربوه. وانتوا بقى تجربتكم مع حمزاوي كانت عامله ازاي؟ بعد ما سيطروا على حدائق القبه نزلوا مدينه نصر يعملوا قلبان. ايوه، هم برجر ريبابليك بقوا موجودين دلوقتي قدام صيدليه افريقيا في جرين كورنر، وعاملين زحمه وقلق كالعاده. بس دلوقتي في كراسي وترابيزات عشان تقدروا تقعدوا تاكلوا عليها براحتكم. الجميل بقى ان اسعارهم لسه زي ما هي ما اتغيرتش. السندوتش عندهم بيبدأ من 45 جنيه واغلى حاجة ب 60 جنيه. اعملوا سيف للفيديو وقولوا لي بقى، جربتوا برجر ريبابليك ولا لسه؟ يلا بينا نجرب عربية برجر جديدة في مدينة نصر عند الحديقة الدولية. هتلاقي اللي بيعمل السندوتشات نسمة واللي بيشوي البرجر أحمد خطيبها. هم أصحاب المشروع ده ونفسهم إنه يكبر. العربية اسمها بابجي برجر، والمنيو بتاعتهم عبارة عن أسلحة بابجي. هتلاقي عندهم السكار ال والجروزة والام 24 وحبيب الكل الأوم. فلو أنت حريف بابجي يبقى لازم تجرب العربية دي. أسعار السندوتشات بقى عندهم بتبدأ من 45 جنيه وأغلى حاجة ب 60 جنيه، وبينزل لك مع السندوتشات بطاطس طبعا. عندهم برجر لحمة وفراخ. الكواليتي عندهم حلو قوي، لأن أغلب الحاجات هم اللي بيعملوها بنفسهم. وما تقلقش، عندهم ترابيزات وكراسي عشان لو حبيت تقعد هناك. جمع أصحابك الحريفة واطلعوا على بابجي برجر. النهاردة جربت عربية أكل طالعة من فيلم كرتون، عربية سلطع برجر. بيعملوا برجر على الفحم وسندوتشات فرايدي تشيكن، وكمان كفتة وستريبس وحاجات تانية كتير. البرجر عندهم واخد حقه بزيادة، وبيكون عليه كمية صوصات كتير جدا، وبيجي معاه فرايز. وأسعارهم بتبدأ من 10 جنيه للساندوتش، والبرجر بيبدأ من 40 جنيه. المنيو بتاعهم مميز جدا، هتلاقي السندوتشات بأسماء شخصيات كرتون زي بسيط وسبونج بوب وشفيق وسريع. البرجر بتاعهم عجبني جدا، خصوصا اللي كان محشي جبنة شيدر، والبطاطس بتاعتهم دايما سخنة وتتبيلتها حوار. ويا سلام بقى لو عملت إضافة صوص جبنة للبطاطس. سندوتش الفرايدي تشيكن كمان عجبني جدا، خصوصا ان الفراخ كانت حلوه ونظيفه وتتبيلتها كويسه جدا، والقطعه كان حجمها كويس. هما مكانهم في مدينه نصر اخر شارع انبي قدام وزاره التعليم العالي في حي السفارات. هما بيفتحوا كل يوم من الساعه 7 بالليل للساعه 4 الفجر. روحوا جربوهم وادعوا لي، لايك وفولو واكتبوا لي نجرب مين الفيديو اللي جاي. النهارده هنجرب اول عربيه برجر على الفحم وفرايدي تشيكن في المقطم، عربيه هيروز برجر. هم موجودين في شارع الجامعه الحديثه قبل ابو حنفي على طول، ودي يعتبر أول عربية متخصصة في النوع ده من الأكل في المقطم. العربيات دي بقت منتشرة جدا في مصر، فتعالوا نجرب هيروز برجر. الأكل عندهم بيقول إيه؟ أسعارهم بتبتدي من 50 جنيه وأغلى حاجة عندهم ب 60 جنيه، ممكن تعمل إضافات لو حبيت. أحلى حاجة بقى في الفرايدي تشيكن بتاعتهم إن هم اللي بيتبلوها بنفسهم، وكمان بيعملوا لها البريدنج بتاعها، وبعد كده بينزلوها في الزيت. فدي حاجة تحسب لهم جدا، هم مش بيشتغلوا على حاجة جاهزة، هم اللي بيعملوا الفرايدي تشيكن بتاعتهم بنفسهم. ريحة البرجر وهو بيتعمل على الفحم هتجيبك من وانت في بيتك. انا بصراحة البرجر وهو بيتعمل والراجل بيسويه كده ما قدرتش اقاوم ريحته، خصوصا ان كمان البرجر بيكون محشي جبنة، فده حاجة حلوة جدا. بعد كده بيبدأوا يحضروا لك بقى السندوتشات بتاعتك. حط يا باشا مايونيز، حط خس وحط طماطم، وبعد كده بيحط لك بقى التوبنج اللي انت اخترتها. هم عندهم 4 سندوتشات فراخ و4 سندوتشات برجر. في واحد بيكون عليه بيف بيكن، واحد عليه تركي، واحد عليه موتزاريلا ستيكس، على حسب اللي انت بتختاره. انا جبت من عندهم النهارده سندوتشين، واحد هيروز برجر واحد هيروز تشيكن، وده اشهر سندوتش في العربيه بتاعتهم. الشباب ما شاء الله عليهم شباب مجتهد وجميل، وكمان الاكل عندهم حلو قوي. انا ارشح لكم المكان ده جدا لو انتوا بتحبوا البرجر. ندوق بقى يا باشا البرجر بتاعهم اللي كان متغرق صوصات، وكمان البطاطس بتاعتهم كانوا حاطين عليها صوص جبنه كده، كان طعمها رهيب. الهيروز برجر ده بصراحه الفراخ عجبني جدا جدا جدا. من النادر ان انا اكل عند عربيه برجر والفراخ تعجبني قوي. كمان اللحمه بتاعتهم كانت حلوه قوي، خصوصا ان هي كمان كانت محشيه شيدر، فكان طعمها رهيب. لازم تروحوا تجربوا العربيه دي بنفسكم، هتتبسطوا جدا وادعوا لي.